وخلاص فاضل تكه على اخر السكه، مباراة الحسم ما بين الاهلي والوداد. مين اللي هيقدر يحسم المباراة دي؟ وان شاء الله بنتمنى تكون افريقيا يا اهلي للمرة ال11. مباراة هتكون صعبة جدا ما بين الاهلي والوداد. انت بتتكلم عن فرقتين عندهم خبرات طويلة جدا في افريقيا وكسبوها قبل كده وعارفين ازاي يحسموا المباريات دي. وانا دايما بقول ان المباريات دي بتبقى مقسومة 180 دقيقة. شوط اول 90 دقيقة خلص هنا في القاهرة وقدرنا ان احنا نكسب فيها 2-1، ولسه مستنيين الشوط التاني ومباراة الحسم. وحتى لو الاهلي كان كسب هنا 2-0 كنت هفضل اقول ان هي مباراة صعبة جدا، ولكن احنا عندنا ثقة في لعيبة ان شاء الله النادي الاهلي وفي الجهاز الفني وعلى رأسهم كولر ان هم يقدروا ان شاء الله يرجعوا بالكاس من المغرب. الاهلي عملها قبل كده ويقدر يعملها تاني. ما ننساش ماتش الصفاقسي اللي كان هنا 0-0 ورحنا كمان هناك قدرنا ان احنا نكسب جون ابو تريكة اللي محدش ناسيه، ويا رب رزقنا فرحة زي دي ان شاء الله. وفي 2012 انت كنت متعادل مع الترجي هنا وقدرت ان انت تروح تكسبه هناك ورجعنا بالكاس. والاهلي كسبان 10 بطولات افريقيا بس فيه 5 بطولات قدر ان هو يرجع بيهم من الكاس، وكان بيلعب مباراة الاياب خارج ارضه. مشوار كبير عمله الاهلي في افريقيا السنه دي. يمكن في الاول البدايه كانت مقلقه لان لسه كولر كان بيتعرف على الكره الافريقيه ولسه كان بيتعرف على اللاعبين، لكن في الادوار الاقصائيه والمباريات الكبيره بصراحه ولا مره كولر خيب ظن جماهير الاهلي وكان دايما على الميعاد. مهم كمان عامل التوفيق ان يكون في صالحك ان شاء الله، واللاعبين يكونوا في كامل تركيزهم، ملهمش بقى علاقه ولا بتحكيم ولا بالجماهير. المفروض ان خلاص اللعيبه اكتسبت الخبرات، لعبت كتير جدا في المغرب، المفروض ان هم عارفين ازاي يتعاملوا مع كل ده. لو لا قدر الله الاهلي ما قدرش ان هو يكسب اكيد كلنا هنكون زعلانين، بس ده مش معناه ان احنا هنهد المركب ونتكلم على كولر واللاعبين. لا، فعليا كولر السنه دي عنده بصمه مهمه جدا، وفي اكتر من لاعب ما كانش معظمهم عامل اداء احنا اول مره نشوفه بالاداء الكويس ده. في الاخر دي مباراة 90 دقيقة، لازم يكون عندك الروح الرياضية، والكرة دايما بتبقى مكسب وخسارة، ويا رب ان شاء الله تكون مكسب لينا. طيب احنا اتكلمنا قبل كده قبل المباراة وشوفنا فعلا ايه الاسلحة اللي عند الوداد وهي نقط الضعف وايه ممكن الخطة بقى اللي يقدر يلعب بيها الوداد. اكتبوا لي كده بقى في التعليقات توقعاتكم مين هيقدر ان هو يرفع الكاس، وكمان النتيجة هتكون كام. وهل ممكن نوصل لضربات جزاء ولا شايفين ان هي هتخلص جوه ال90 دقيقة؟ وانا بتمنى ان هي تخلص جوه ال90 دقيقة ان شاء الله بفوز الاهلي، لانه محدش هيبقى عنده بجد اعصاب لضربات الجزاء ابدا. الاهلي كمان بيرجع له الشناوي. طبعا مصطفى شوبير الماتش الاولاني كان كويس جدا وصد اكتر من كوره، والجون اللي دخل فيه ما يسألش ابدا عليه، ولكن الشناوي عنده خبرات افريقيا وهيدي تقل كبير جدا لحراسة المرمى، لانه عامل الخبرات والتركيز هيبقى مهم جدا في المباراة دي. المباراة دي اكيد هيكون ليها تقسيمة ما بين الاتنين مدربين، مستحيل تمشي بسيناريو واحد. في ناس بتقول انه الوداد هينزل ضاغط عليك وهيحاول يخطف ان هو الهدف الاولاني ويستغل في ده بقى الحماس الجماهير ولسه في بداية المباراة ويخرجك عن تركيزك، وبعد كده يقعد بقى يلعب اداء دفاع، عارف الكلاحة الدفاعية بتاعت شمال افريقيا، ويضيع الوقت، وهو بالنسبة له 1-0 بتكفي. ولكن من اللي شفناه ما اعتقدش ان الوداد هينزل ضاغط قوي كده، لانه هيخاف من الكاونتر اتاك والمساحات اللي هتكون في دفاع الوداد، لانه عنده بطء شوية في الارتداد من الهجوم للدفاع. اعتقد ان الوداد هيحاول يلعب بتوازن كبير جدا ما بين الدفاع والهجوم، ان هو في الاخر ممكن يلعب زي ما لعب هنا على هدف وحيد بس يجيبه، فهو هيتقل على الهدف ده ومش هيتسرع ابدا ان هو ينهي المباراة. واهم سلاح للوداد اتكلمنا عنه قبل كده وهنفضل نتكلم تاني وشفناه كمان في المباراة، هي اللونج باص اللي بيلعبوه على المهاجم سامبو، وقد ايه سامبو كان خطر جدا وفاز بالتحامات كتيرة جدا. ياسر ابراهيم كان كويس بس هو برضو كان افضل منهم. ان لو تلاحظ الهجمه الوحيده اللي جت على مصطفى شوبير من الشوط الاولاني هي كانت ان سامبو اداها للرضا وانفرد كمان بمصطفى شوبير، بس مصطفى تألق وقدر ان هو يتصدى ليه، فاكيد كولر هيبقى مدي تعليمات ازاي يقضي على خطوره سامبو. تاني سلاح خلاص بقى الكومبو اللي احنا عارفينه، الكرات العرضيه الثابته
والتسديدات الاهلي قدر يتعامل معاها الشوط الاولاني بشكل كويس جدا ما عدا كوره واحده، لكن الشوط الثاني كان فيه بعض الهفوات لازم اللعيبه ان هي تركز ان هي ما تحصلش. كمان انت بتلعب هناك والحكم احنا عارفينه، فما تديش فرصه للحكم ان هو كل شويه تين صفاره. تحاول ان انت ما تعملش اخطاء كتير عشان الوداد ما تقدرش ان هي تستغلها. زي ما كولر كده كان عامل الشوط الاولاني، كان قافل عليهم الاجنحه والاطراف وكان مسيطر بشكل كبير جدا وضاغط عليهم في كل اجزاء الملعب، والاهلي محتاج يقرر ده وازن هو كمان ما بين الدفاع والهجوم. لازم كمان تخلي بالك من يحيى عطله الله في التسديدات وفي الكرات كمان الثابته، وتحاول تقفل عليهم مراكز التسديدات. ولازم نخلي بالنا بقى من الكوره الثانيه لان ده هو ده اللي جه فيها الهدف. سيبك من الاخطاء بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله مش هتتكرر، بس هي دي هو بيلعبك على الكوره الثانيه او على السرعات بتاعه الوينجات لما بيعمل عليك الكاونتر اتاك. والحاجات اللي لازم الاهلي يخلي باله بيها ولما بيكون عامل هجمه وبترجع بقى تعدي من خط النص من ديانج ومروان عطيه، بتبقى خطوره كبيره وبتعمل انفرادات او مشكله كبيره جدا للحارس، وده اللي الاهلي لازم يخلي باله منه. لو احنا بنهاجم حد دايما واقف في الدفاع بيغطي الناس اللي بتهاجم. دي كده اهم الاسلحه اللي عند الوداد واللي هو بيلعب عليها. الوداد كمان من الفرق اللي ممكن تسيب لك الاستحواذ، زي ما انت شفت الشوط الاولاني كنت تقريبا 82%، بس تلعب ان هي تخلص المباراه بهجمه واحده او بهدف وحيد. كولر كمان بقى في المقابل هو كمان هيقسم المباراه، ممكن يبدا ان هو يضغط على الوداد كده اول 10 دقايق ويحاول هو بقى اللي يخطف هدف بدري ويقتل بيه المباراه بشكل كبير، لان الوداد لما بتضغط على الدفاعات بتاعتهم بيتوتروا. وعملناها في الشوط الاولاني لما كنا بنلعبهم هنا في القاهره وقدرنا ان احنا ناخد منهم الكوره، ولو ضغطت على لعيبه الوداد هتقدر ان انت تاخد منهم الكوره وممكن تسجل هدف. او ممكن كولر يقول لك لا انا هرجع ادافع والعب على الكاونتر اتاك واستغل بقى المراوغات والاختراقات بتاعت حسين الشحات وتاو، او اللونج باص العالمي اللي بيحصل سواء بقى من هاني سواء محمد عبد المنعم اللي بيتعمل لحسين الشحات، اللي بيقدر يا هو يسجل منه يا يديه لحد تاني يسجل منه. المباراه هيكون فيها سيناريوهات كتيره جدا، طبعا لو احنا سجلنا بدري ده هيدينا اريحيه كبيره جدا، ولكن لازم ما يحصلش الهفوات اللي حصلت هنا في الشوط الثاني. ولو لا قدر الله دخل فينا هدف نفضل محافظين على تركيزنا، لسه المباراه كبيره، احنا نقدر كمان ان احنا نسجل. خط النص كمان هيبقى عليه مهمه كبيره جدا، سواء في المساعده الهجوميه اللي بيعملها حمدي فتحي او بيعملها ديانج واللي شفناها هنا في الشوط الاولاني، او مروان عطيه طبعا في بناء اللعب. ممكن يكون عليهم عامل الحسم ان حد من نص الملعب هو اللي يحسم المباراه، بس كمان الحسم الاكبر هيكون في الدفاع. لما احنا بنكون بنهاجم لازم حد دايما مغطي ظهر علي معلول وهاني، لان هما الكاونتر اتاك عندهم خطر، وشفناها في هنا في الشوط الثاني قد ايه هما في الشوط الثاني لعبوا اكتر من كوره، كان في مساحات كبيره جدا في ظهر معلول وهاني. مهم كمان ان الاهلي يستغل الضربات الثابته والعرضيه بشكل افضل من كده. يعني افكار كولر في الضربات الثابته والركنيه بتبقى كتيره بس للاسف ما بقتش مستغله. بتمنى بكره ان احنا نقدر نكسب بيها، نركز على الكوره الثانيه لان هم عندهم دايما مشكله فيها، والباك باص زي ما احنا شفنا كده الهدف بتاع تاو، هم كمان عندهم مشكله في الارتداد الدفاعي وبالذات للاجنحه والباكات. الكوره الثانيه كمان هتكون مهمه جدا، ولو الاهلي قدر ياخدها وعملنا تسديده ممكن نقدر ننهي بيها المباراه. وانا بتمنى ان الاهلي يلعب نفس الاداء اللي لعبه في الشوط الاولاني وما يحصلش اخطاء الشوط الثاني. كمان الهجوم سواء حسين الشحات بيرسي تاو كهربا هم كانوا عامل الحسم المباراه اللي فاتت، وان شاء الله يكونوا عامل الحسم المباراه دي. المراوغات هتحتاجها كتير جدا من حسين وتاو، لكن مهم جدا كمان التغطيه الدفاعيه اللي يرجعوا يعملوها، لان من الحاجات برضو اللي شفناها في الشوط الثاني هو الكسل الدفاعي من كوره او كورتين، وده مهم جدا. زي ما قلنا ده نهائي، هي فرصه واحده اللي بتلعب عليها. وبتمنى ان كهربا يكون محظوظ اكتر في الكور اللي تجيله ويقدر ان هو يفنشها بشكل افضل علشان نسهل المباراه كتير على نفسنا. اما ياسر ومحمد عبد المنعم هم لعيبه كويسين جدا، ومحمد عبد المنعم بشوف ان هو هيبقى من افضل المدافعين، بس محتاج يهدى يحافظ على تركيزه ويخلي باله من الهفوات الصغيره اللي ممكن بتحصل، وكمان ما يحتفظش بالكوره كتير جدا في منطقه دفاعنا علشان ممكن تتقطع. يعني بقاله اكتر من مباراه بيقدم اداء كويس جدا، بتمنى انه يفضل في نفس الاداء
وعلي معلول انا دايما متعوده منه انه حتى لو في مباراه هو اداني 60% 70% بيرجع تاني، لان هو كمان المباراه اللي فاتت كانوا عارفين خطورته فكانوا قافلين عليه اول ما بيطلع ب2 أو 3 لعيبه. وعشان كده كولر كان بيحاول انه يخلي حسين وبيرسي هما اللي ينزلوا يستلموا ومعلول يفرد الملعب وهو وهاني علشان يدي مساحات اكبر. كل التوفيق ان شاء الله بكره للاهلي يوم الاحد ان شاء الله. وكمان اللعيبه لو نزلت الاحتياطيه تسجل وتعمل الفارق. اكتر من لاعب بكره عندهم تحديات. كهربا ان شاء الله لو جاب هدف هيكون الهداف البطوله، السوليه يبقى بيسجل في النهائي الرابع يا رب ان شاء الله.